السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في قناتي من جديد. اليوم إن شاء الله جيت باش نتحدث لكم على واحد الموضوع اللي هو خطير جدا إلا ما تخذ بعين الاعتبار. هذا الموضوع هو السم الأبيض أو ما يسمى بالسكر. إذن قبل ما ندوزو التحدي ديال 7 أيام بدون سكر وندويب عليه كيفاش غادي نونطاميو إن شاء الله اونصومبل بيان سور. انا غادي نبداه معكم وغادي نشوفوا النتائج ديالو على الجسد ديالنا. بيان سور غادي تكون غير نتائج ايجابيه ومرضيه ان شاء الله. اذا اجيو تشوفوا معايا اشنا هي الاضرار ديال السكر ابيض او السم الابيض بالاحرى على الذات ديالنا الا ما قتلناش. اذا اشنا هي هاد الاعراض او لا بالاحرى الامراض او الاضرار ديال هاد السكر الابيض على الذات ديالنا. اللي معروف عند الجميع هو ان هذا السكر الابيض كيؤدي الى السمنه وزياده الوزن. وبيان سور ملي كتكون هذه السمنه وزياده الوزن سافو بلا راه يعني كاين تكتل ديال الدهون في ناحيه الخاصر وفي البطن بالدرجه الاولى. علاش؟ لان تما كاين فين كتخزنوا بزاف، وهاد الاشياء كتسبب في ارتفاع ضغط الدم، تقدر تسبب لنا في امراض القلب والشرايين لان كيرتفع ال دي ال وكينخفض الاش دي ال، بالتالي كيكون عندنا امراض ديال القلب والشرايين لانهم تيتبوشاو بهذاك ال دي ال اللي كيتكتل تما كاين بحال لاطيغوم. ايغالمون غادي نلقاو بلا هاد لانستالاسيون ديال هاد الامراض ديال القلب والشرايين بالتالي كتعطينا ارتفاع في ضغط الدم اللي هو سي اون تاغ اللي ربي السلامه تقدر تؤدي بنا لا في سي، يعني يعني السكته الدماغيه ولا سمو اللي يقدر الاشياء اللي كتقدر تؤدي بالمريض كاع حتى الوفاه لا قدر الله. دونك وكاين ايضا الديابيت من النوع الثاني، يعني السكر كتانستالا السكر يعني مرض السكري من النوع الثاني كيتانستالا عند الناس. علاش؟ لان منين كنكونوا كنستهلكوا السكر بواحد النسبه اللي هي كبيره، يعني السكر المضاف بيان سور ولا الاصطناعي ولا الحلويات او الشوكولا ولا كاع الاشياء اللي هي فيها سكريات. دونك الذات ديالنا ديك الساعه كتشوف بلا راه النسبه ديال السكر ديال الجليكوز راه طلعت في الدم بزاف، وبالتالي كيكون لو بونكريا ديالنا او لي سيلول دو لونجيرونس كيكونوا يفرزوا واحد الماده اللي اسمها الانسولين اللي هي مسؤوله على تحويل هذاك السكر، باش يعني هذاك السكر كدوزو للخلايا باش يتحول على شكل طاقه، يعني باش كتقاد ليكيليبر ديال لا غليسيمي في الدم. ولكن للاسف الا كنا حنا كنستهلكوا السكر بواحد الطريقه اللي هي كبيره بزاف، هاد الخلايا كتمشي حتى لواحد الدرجه اللي كتولي لا تستجيب، يعني ما بقاتش استجابه لهاد الانسولين اللي كتفرز في الذات، وبالتالي هنايا كيطيح لو مالاد، يعني السكر كيبقى توجور مرتفع في الدم وكيطيح الانسان في هاد القضيه ديال السكري من النوع الثاني، يعني كيولي ديابيتيك. وعرفتوا لا قدر الله الا ولا الواحد ديابيتيك راه كتكون واحد المرضى اللي هي خايبه وكتعيش معاه حياته كامله، يعني وخاصو دائما يكون كيكيليبري السكر ديالو. لا قدر الله يقدر يتطور هذاك الشيء ويدينا الديابيت كاع انسولين ديبوندون، يولي دائما في الليباري ويولي فسميتو سكيفي شيء اللي هو خطير ومؤسف جدا، لان كيولي له مرض الا كان ديابيتيك. يا ربي السلام، راكم كتشوفوا في الحياه ديالنا العامه راه بعض الناس اللي هما ديابيتيك كيوصلوا لدرجه انهم مثلا الا كان عندهم غير شي حاجه في رجلو ولا في يديه ولا في صبعو ما كتبغيش تبرا الا كان السكر مرتفع في الذات ديالنا، وبالتالي كيمشي لا قدر الله يوصل حتى للبطر ديال الرجل ديالو او الاصبع ديالو ولا شي حاجه، مما يبين ديال الخطوره الكبيره ديال هاد السكريات الا بقينا كندخلوهم للذات ديالنا بصفه مستمره. بغض النظر على مقاومه الانسولين اللي تحدثنا عليها دابا، فنتيجه لهاد مقاومه الانسولين اللي كتانستال عندنا بسبب الاكل المفرط لهاد السكريات وهذا السكر المضاف، فهناك امراض عديده ممكن تانستالا اكوز ديال هاد السكريات. من بينها هو لا قدر الله مرض اللي هو خطير وخطير جدا. واش كتعرفوا بلا السرطانات او لا الخلايا السرطانيه كتغذى على السكر؟
دونك الغذاء الرئيسي ديالها هو السكر. اذا الا قطعنا السكر في الذات ديالنا ما غاديش تلقى هذيك الخلايا السرطانيه باش تتطور، وبالتالي غادي يكون المصير ديالها انها تتلاشى وتمشي بحالها. لان شحال من واحد لا قدر الله كتكون عنده غير اورام حميده، ومنين هذيك الاورام، هذوك الخلايا ديال ديك الاورام الحميده كتلقى علاش كتغدى، ونتيجه لدوك الالتهابات اللي كتولي مزمنه الا بدات كتكرر دائما، اللي كيسببها بيان سور السكر ولا الاستهلاك المفرط ديال السكر، كتكون هذوك الالتهابات كتادي لينا لملتيبليكاسيون انارشيك ديال دوك لي سيلول اللي كانوا في هذوك الاورام الحميده، وكيقدروا يتحولوا الى اورام سرطانيه خبيثه. اذا السكر الابيض من بين المسببات الكبيره ديال السرطان في الذات ديالنا. من جهه ثالثه هو انه استهلاك السكر بشكل مفرط يقدر يؤدي بنا للشيخوخه المبكره. علاش؟ لان هاد السكريات اللي كتكون في الذات ديالنا او الجليكوز ملي كيرتفع في الذات ديالنا بصفه كبيره كيقلل من الانتاج، كيعطينا يعني كيتفاعل مع البروتينات وكيعطينا شي مركبات اللي هي كتضعف لينا الانتاج ديال الكولاجين والانتاج ديال ليلاستين في الذات ديالنا، وبالتالي كيولي الجلد ديالنا كيمشي للشيخوخه، يعني كيشيخ وما كتبقاش فيه ديك الحيويه وداك البريق اللي كاين فيه، وكيسبب لنا في الشيخوخه المبكره. اذا سيرتو البنات ولي فام العيالات راه تيهمكم الامر بالدرجه الاولى، دونك حاولوا تبعدوا على السكريات. المساله ما تحددتش هنا، دونك غادي نزيدكم باقي اشياء اخرى اللي هي منين ترجعوا ليها واللي اثبتت الابحاث ان هذا الشيء كاين. هي فرط استهلاك هذا السكر كيعطينا اشياء اخرى، من بينها الالتهابات في الاوعيه الدمويه ديال الدماغ مما يؤدي الى الخرف. هذه من جهه اخرى كاين عندنا ان هذاك السكر المفرط في الذات ديالنا يعطل الافراز ديال الليبتين اللي هو الهرمون ديال الشبع، وكيعطينا كيزيد لينا في الهرمون ديال الجريلين اللي هو ديال الجوع اللي كيسبب لينا في نوبات ديال الافراط في الاكل، مما يزيد السمنه ولوبيزيتي اللي هما بيان سور راه كينتج عليهم بزاف ديال الامراض وحدين اخرين. دونك الا كنا شفنا هذه المجموعه الكبيره ديال بالاضافه لشيء اخر نسيته، هو انه هذا السكر المفرط اللي كيكون في الدم يعني الفريكتوز كيسبب تراكم الدهون في الكبد، وهذا التراكم ديال الدهون في الكبد حتى هو كيعطينا لا مالادي اللي اسمها لاستياتوز، يعني الكبد الدهني، وهذا حتى هو الله يحضر السلامه الا زاد على الحد ديالو راه كيؤدي للسيغوز ايباتيك اللي كيجعل لو فوا ما كديرش العمل ديالها كوم يلفو، وكيؤدي بنا لبزاف ديال المسائل اللي هي كبيره ووخيمه على الجسد ديالنا. اذا من بعد ما عرفتي هاد العواقب الوخيمه ديال استهلاك السكر بكثره، واش تقدر تمشي معايا في واحد التحدي ديال 7 ايام باش نقطعوا كل شيء المسائل اللي فيها هاد السكريات؟ غادي نديروا 7 ايام ديال الانقطاع نهائيا على اكل السكر او السكريات، يعني كل شيء الممنوعات اللي هي العصائر اللي كتحتوي على السكريات الصناعيه والسكريات بصفه عامه، لي باتيسري، لي بات، الخبز الابيض، النشويات، كل شيء هذا الشيء غادي نحيدوه كاتيجوريكمون. وفي المقابل نقدروا نستعملوا سكريات لان الجسد ديالنا محتاج للسكر ولكن طبيعي، دونك نقدروا نستعملوا فواكه ولكن بدون افراط، مثلا تميرات، مثلا شي فاكهه، ويعني بواحد المقدار اللي هو بسيط جدا. والخبز نحاولوا نعوضوه بالشوفان او لا الخبز الاسمر، ومازال حتى هو نحاولوا ما امكن اننا نستهلكوا فيهم واحد الكميه اللي هي قليله جدا، بيان سور مع لي بروتين وكاع لاليمونطاسيون ايكيليبري اللي محتاجها الذات ديالنا، حيت حنا دابا ماشي في صدد التغذيه السليمه ولكن بصدد انقطاع عن تناول السكر بصفه نهائيه. دونك نحاولوا نديروا هذا التحدي وغادي نبداه معكم ان شاء الله، وغادي نبداو من غدا ان شاء الله، هو اليوم الاول، وغادي تقولوا لي في التعاليق اشنا هما
تغيرات اللي لاحظتوها على الجسد ديالكم اثناء هذا الاسبوع في الانقطاع على استهلاك السكر. لان غادي نقول لكم شي حوايج اللي باش ديروا بحسابهم باش ما يمشيوش يجعلوكم تحبسوا داك التحدي وما تقدروش تكملوا فيه. لان اليومين الاولى راه غادي تلاحظوا بلا غادي يكون عندكم صداع في الراس، يعني غادي يكون يضركم راسكم وما غاديش تقدروا تستحملوا، وغتكون عندكم ديك لونفي باش تمشي تاكل الخبز. وهذا علاش؟ لانه انقطاع عن الادمان، حيت راه تناول السكر هو نوع من الادمان. بالتالي خاصنا نصبروا ديك يومين الاولى. الثالثه اللي عاد من بعد في اليوم الرابع غادي نبدا تحس بلوكور ديالك بلا هو خفيف وبلا مزيان، وحتى في اليوم السابع غادي تلاحظ بلا البشره ديالتك ولات صافيه ولا كيرجع ليها النضاره ديالها، وغادي تحس براسك خفيف، وغادي تبدا تشوف النتائج عليك. وشحال من واحد قدر انه يتشافى من عده امراض غير بانقطاع عن السكر. اذا اخيرا اللي غادي نقول لكم هو انكم حاولوا تعوضوا هذا السكر بسكر طبيعي، مثلا في الفواكه كما قلنا، وحاولوا ديروا السبور اي الرياضه، ممارسه الرياضه باستمرار، شرب الماء بكيفيه منتظمه او موان 1 2 لتر دمي حتى 3 لتر باغ جور. وحاولوا ديروا تغذيه سليمه خاليه من كثره النشويات والسكريات. ونتلاقاو بعد اسبوع ان شاء الله باش تقولوا لي على النتيجه اللي لاحظتوها فيكم، وتاكدوا بان هذه واحد الخطوه ايجابيه جدا غادي تخلصكم من بزاف ديال الامراض وغادي توصلكم لبر الامان. مع السلامه.